السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم على مروى بوشوشة وحياة عولة في حياة سيليا. بالك الأغلبية راهم لاحظوا باللي حياة عولة وسيليا بعد طلاق حياة عولة ومروى بوشوشة بعد طلاق سيليا اختفوا من حياتها خلاص. وين راكم انتوما كي كانت سيليا محتاجة ليكم؟ ولا انتوما فسدتوا العلاقة بينها وبين محمد بن شنات ومن بعد خرجتوا من حياتها؟ شتو الصداقة؟ هذا مثال على الصداقة، أن الإنسان جام يدير الأمان في البنات. دخلوا في حياتها فسدوها وهي مسكينة تبان غير على نيتها، ومن بعد كي طلقت سمحوا فيها ما مش يكونوا معها أغلبية الوقت راهي وحدها. وهذاك النهار قالت لك ما لقيت حتى واحد. الإنسان دايما يحاول يعرف اللي يحبوه من اللي ما يحبوهش قبل ما تخلص عليه. هذا أكبر مثال أنه سيليا وعن الصداقة. يعني ما ديروش لمن في الناس، ولا ميتي سي با دوني اتو، يعني الصداقة ما تمدهاش لأي شخص، خاصة اللي ما يستاهلوش. كاين بنات يلعبوها يحبوك وفي نفس الوقت هما يغيروا منك. هذه قصة سيليا مع محمد بن شنات، فسدوا لها حياتها ومن بعد راحوا ما سقسيوش عليها. والمراه كي تلقى واحد يحبها ما تكبرش عليه، باسكو يلقى سيليا ما راهيش كاع قيمتنا اليوم باسكو علاش دارت لا كولور عاودت دارت لا كولور تاعها. مش كاع اليوم خرجت كاع نهار ما كنتش معاها، حوست عليها عيطت لي خطره قالت لك جايه ولا مازال؟ قلت لها مازال. قالت لي صح. توعنا مقبوله مقبوله انتيا بي هذه بصح ما نقد حتى كلمه باسكو ماشي بقيمتنا. انا با صافي نطقي كنت نطقي